من بين كل الأعراض اللي بتتعرضي ليها والمشاكل اللي بتمر عليكي طول فترة حملك، بتفضل زيادة الوزن هي أكتر حاجة ممكن تسبب لك قلق وخوف، ودايما بتسألي نفسك يا ترى هعرف أخس بعد الولادة ولا الزيادة دي هتفضل معايا؟ خليني أجاوبك على أسئلتك وأعرفك إزاي تزيدي صح أثناء الحمل علشان تخسي بسرعة بعد الولادة. الزيادة الصح اللي لازم تزيديها أثناء الحمل بنحسبها عن طريق حساب مؤشر كتلة الجسم الخاصة بيكي، وعلى حسب النتيجة اللي بنطلع بنحسب لك انت لازم تزيدي قد ايه أثناء الحمل، اللي غالبا بتكون في حدود من 14 إلى 16 كيلو لو وزنك طبيعي. ممكن تحتاجي تزيدي أكتر من كده لو انت وزنك قليل، أو أقل من كده لو انت وزنك زيادة، لكن الطبيعي بتكون من 14 ل 16 كيلو. ونبدأ نقسم لك الكمية دي على مراحل حملك المختلفة. يعني أول 3 شهور من الحمل مش محتاجة تزيدي أكتر من نص ل 2 كيلو، وطبعا ده مناسب لفترة أول 3 شهور اللي بيبقى فيها غثيان وقيء وحرقان معدة وصعوبة في الأكل.